السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده بأمر الله بديل العيش الشمسي بطريقة حلوة قوي وبسيطة جدا جدا، يعني لو مبتدئة هيطلع معاكي زي العسل. شايفين قد ايه هش وطري وجميل؟ بخطوات بسيطة جدا هنوصل بأمر الله للنتيجة دي. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان نعرف عملنا العيش الجميل ده ازاي. شايفين الطراوة؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بقى مش هطول عليكم، يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا العيش الجميل ده ازاي. طبعا اول حاجه انا هشتغل على كيلو من الدقيق، واول خطوه معايا انا هعمل العصيده دي مهمه جدا وهقول لكم ليه. خدت معلقتين كبار من الدقيق ونزلت عليهم بكوبايه من الميه المغليه، وابتدي كده اقلبهم علشان افك اي تكتلات بالشكل ده. طبعا العصيده باختصار شديد هي اللي هتخلي معاكي لون العيش اللون الاحمر الجميل، وهتخلي العيش طري جدا معاكي. خلاص كده قلبتها كويس، ما فيهاش اي تكتلات، هسيبها بس على جنب كده تهدى معايا. ونيجي بقى لمقادير العيش. معايا كوبايه من الميه، حوالي يعني كوبايه من الميه هنزل عليها بمعلقه كده مش مليانه من الخميره، ومعلقه كمان من السكر، ونص معلقه من الملح، وابتدي كده اقلبهم كويس. بعد ما قلبتهم هنزل بباقي كميه الدقيق وهعجن بالميه. هنزل الميه كده بالتدريج لحد ما العجينه تتظبط معايا. طبعا اليوم اللي انا طبخه فيه بحب اعمل العيش ده، بيبقى طعمه جميل جدا بالطبيخ، يعني جربوه كده والله العظيم. طعمه جميل في منتهى الجمال. طبعا العيش الشمسي الاصلي بيحتاج ايه؟ بيحتاج انك تعملي له خميره من قبلها بيوم بالليل، وتصبحي تعجني تاني يوم. فبيحتاج شغل كتير، فده سريع كده وجميل جدا. هنا بعد ما نزلت كده بالميه لحد الدقيق كده ما اختفى معايا، نزلت بالعصيده. هنا كانت العصيده دافيه معايا، اوعي تنزلي بيها سخنه علشان الخميره ما تموتش معاكي. وابتدي كده اعجن كويس. طبعا اهم حاجه علشان تاخدي نتيجه حلوه في الاخر انك تعجني كويس جدا جدا، يعني لتي واعجني، عارفه اللتي والعجن؟ لتي واعجني كده كويس لحد العجينه ما تنعم معاكي، وكمان العرق يتكون في قلب العجينه. شايفين هنا؟ حسيت العجينه سالت معايا شويه يعني، فهتحتاج معلقتين من الدقيق، هضيف لها كده معلقتين من الدقيق وارجع اعجن فيها تاني. خلي بالكم كده كويس. بالشكل ده ضفت لها كده معلقتين، حوالي معلقتين، وابتديت اعجن فيها، مش هتحتاج غيرهم. بس هعجنها عجنة محترمة علشان النتيجة تبقى زي اللي انتوا شفتوها دي. طبعا قوام العجينة بالشكل اللي قدامكم ده، لا سايل قوي ولا ماسك نفسه قوي، بالشكل ده. طبعا هعرفكم ازاي تظبطوا العجين دلوقتي. هوريكم الحركة اللي انا عملتها علشان اعرف ان العجين خلاص اتظبط ومش عايز مية ولا عايز دقيق معايا. بالشكل ده ابتدي كده اعجن لحد ما العرق كده يتكون. شايفين هنا؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين المطة؟ اوعى المطة يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده العجينة مش عايزة عجن تاني معايا، خلاص اتظبطت بالشكل ده. هاخد قطعة من العجين كده علشان اعرفها. شايفين؟ قطعتها كده بايدي، مسحتش على طول معايا. خلاص كده اعرف ان العجينة خلاص اتظبطت ومش عايزة لا مية ولا دقيق تاني. سيبها بس كده 5 دقايق على بال ما اجهز الحاجة اللي هشتغل عليها، وتكون ريحت كده شوية عشان ما تتغلبليش في الشغل. النهارده انا هخبزه على السيجان كده على طول، فهجيبها كده رشتها رشه من الدقيق، يعني لا مقارص ولا وجع قلب ولا الكلام ده خالص، لا على طول كده. رشتها رشه خفيفه جدا، ولازم الرشه تكون خفيفه علشان ما تحرقش معاك، عشان احنا هنخمر في الصاج وهنخبز كمان في الصاج. يعني مفيش اسهل من كده الصراحه. رشه كده خفيفه بالشكل ده. طبعا لما تيجي تجيب الرده هات الرده الناعمه، بتكون احسن كتير، ما تجيبش الرده الخشنه. خلاص كده هجيب العجينه وهجيب طبق فيه حبه من الدقيق، وابتدي كده اقطع بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين؟ اخدت قطعه من العجين نزلتها غمستها كده تغميسه خفيفه كده في الدقيق، وابتدي كده اسويها. بعد كده هجيب الرده كده وانزلها اغمسها كده كويس، لازم اغمسها كويس، اغمسها كويس كده ايه في الرده بالشكل ده. شايفين؟ كده في الدقيق. بعد كده اسويها، بعد كده هنزل عليها بيها في الردة واغمسها كده كويس، لازم الحركة دي يا بنات. خلاص كده قطعتهم بالشكل ده. هنا واضح اكتر التقطيع بالشكل ده. شايفين؟ واخدها كده على الردة، لازم اغلغلها كده كويس جوه الردة عشان ما تلزقش معاكي في الصاجن. رشة الردة اللي تحتيها دي خفيفة جدا، فلازم اغلغلها كده كويس جوه الردة. شايفين بالشكل ده؟ طبعا كيلو الدقيق عمل معايا 6 رغيفة، بسم الله ما شاء الله، الحجم اللي قدامكم ده.
خلاص كده بعد ما قطعت كمية العجين هجيب مسحة من الدقيق كده، امسح ايدي مسحة خفيفة جدا، يعني ما تخليش ايدك مليانة دقيق علشان ما يبقاش كده وش العيش عليه دقيق، مش هيبقى شكله احلى حاجة يعني. وابتديت كده اسوي العيش بالشكل ده، شايفين؟ ببططه كده شوية، طبعا مسحة خفيفة جدا زي ما قلت لكم من الدقيق. يلا لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى من كل قلبي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انتوا مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. بنزل وصفات حلوه يا بنات. يعني عملت معاكم العيش بكذا طريقه، عملت العيش البلدي من غير فرن، عملته على عين البوتاجاز وتحت الشوايه وكان ولا اروع. وعملت العيش على الطاسه، وعملت العيش في الفرن البلدي، وكمان عملته في الفرن الغاز. يعني حاجات جميله تحفه بسم الله ما شاء الله. خدي لفة كده في القناة وبأمر الله القناة هتعجبك، قناة عالمية بسم الله ما شاء الله. خلاص كده أنا سبت العيش يخمر. طبعا تسيبيه تحت المروحة، يعني في حتة هاوية عشان الدنيا حر وكده. طبعا الصيف غير الشتاء. أنا والله سبته في البلكونة، عندي البلكونة يعني بسم الله ما شاء الله الهوا فيها جامد جدا، يعني زي ما بيقولوا كده يطير ناس فحطيتهم كده في البلكونة، فبسم الله ما شاء الله خمروا معايا وبقوا زي العسل بالشكل ده. في الوقت ده طبعا الفرن عندي سخنة جدا، سخنت الفرن على أعلى درجة حرارة، وجبت العيش وابتديت كده أفتحه من على الجوانب بإبرة حجاب، بخلة سنان، بموس، يعني أي حاجة بالشكل ده. شايفين؟ واحدة واحدة كده، يعني الموضوع سهل جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا هحط الصاج على طول على الصاجة المباشرة، على الصاجة المباشرة على طول للفرن بالشكل ده، من تحت خالص كده على الصاجة المباشرة لحد ما يقب معايا وقعر الرغيف كده يحمر. ترفعيه كده بمعلقه سيليكون ولا مقصوصه كده وتشوفيه تلاقيه كده احمر، ترفعيه كده على الشبكه بعد كده. شايفين بسم الله ما شاء الله الرغيف عالي معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش احلى من كده الصراحه. خلاص كده هستنى لحد ما يحمر معايا من تحت، وبعد كده هنقله على الشبكه. شايفين هنا بشوف لكم كده اخباره ايه من تحت، بسم الله كده بمنتهى السهوله. شايفين؟ لسه محتاج معايا حبة صغيرين كمان. هرجعه كده مكانه واقول له خليك مكانك كده لحد ما يحمر كويس معايا. وخلاص هنا احمر كده بالشكل ده، رفعته كده على الشبكة، وجبت الصاج التاني فتحته بنفس الشكل اللي شفتوه مع الصاج الاولاني كده، ودخلته على الصاجة المباشرة، والتاني رفعته كده علشان يحمر معايا. هنا خلاص خلصت كل الكمية بالشكل ده. شايفين؟ وفي احلى من كده؟ والله العظيم تحفة. تسوية مظبوطة جدا من تحت ومن فوق، والعيش طري وزي العسل، طبعا طري بفضل العصيدة اللي احنا عملناها في الأول. شايفين؟ تعالى افتح لكم بقى الرغيف ونشوف شكله وجماله وحلاوته عاملة ايه من جوه، يعني بسم الله ما شاء الله. ابتدي كده افتحه بسكينة مشرشرة، طبعا السكينة المشرشرة مخصصة للعيش. شايفين؟ ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. حد يصدق ان ده بديل العيش الشمسي؟ مش العيش الشمسي محدش هيعرفه بصراحة، النتيجة زي العسل. تعالوا كده اقرب لكم. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه طري وجميل جدا. طبعا انا قطعت الرغيف بعد ما برد معايا او كان دافي، يعني كان دافي هنا انا قطعته هو ودافي. شايفين بسم الله ما شاء الله الطراوه؟ مفيش احلى من كده الصراحه. هنا خلاص اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.